نشر المخرج طارق العريان صوراً جديدة له من أجواء إجازته في فرنسا، وكان لافتاً في الصور الظهور الأول لزوجته عارضة الأزياء نيكول سعفان مع أولاده من الفنانة السورية أصالة نصري، الأمر الذي سبب هجوماً كبيراً على أصالة. وفي التفاصيل، احتفل طارق العريان في إجازته بعيد ميلاد زوجته نيكول سعفان على قمم جبال الألب، وظهر أيضاً بمجموعة صور جمعته بها وبأولاده. وتعد هذه المرة الأولى التي يظهر فيها العريان مع نيكول سعفان وأولاده البكر عمر من زوجته الأولى الفلسطينية هالة العتال، والتوأم علي وآدم من أصالة نصري. وتصدرت الصور حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشاروا إلى أن أصالة باتت منشغلة بعائلتها الجديدة وأهملت أولادها من طارق العريان، ملمحين إلى أن علي وآدم باتا يميلان إلى نيكول أكثر من والدتهما لانشغالها الدائم عنهما. وجاء في أحد التعليقات: لو أصالة بالصورة ما كان الولد بيطلع بالشبشب بالثلج، بس مرت الأب عمرها ما كانت حنونة مثل الأم. وعلق طارق العريان على الصورة التي نشرها عبر حسابه على إنستغرام: إجازة عائلية مجزية بعد عام مكثف من العمل الشاق، وهو تأكيد جديد على زواجه من الموديل السورية نيكول سعفان بعدما عبر بكلمة عائلية. كما أرفق العريان منشوره بهاشتاغ ذا العريانز، ما يعني عائلة العريان. وفي إحدى الصور ظهر العريان ونيكول مع أولاده علي وآدم بينما جلسا أمام جبال ثلجية، وفي صورة أخرى جلس طارق العريان ونيكول حول طاولة في أحد المطاعم مع أحد أبناء أصالة، بينما رافقهم ابن طارق البكر عمر العريان. وفي صورة أخرى من المنشور ظهرت نيكول وسط طارق وأحد أبنائه من أصالة بينما وقفوا خارجاً في الثلج. يذكر أن طارق العريان كان أعلن رسمياً ارتباطه بنيكول بعد أكثر من عام على انفصاله من أصالة نصري، بعد تداول كثير من الشائعات حول ارتباطهما. وجاء إعلان طارق العريان من خلال تهنئة نيكول سعفان بعيد ميلادها 32 بعد أن نشر صورة لها عبر حسابه على فيسبوك. وعلق وقتها طارق العريان مستعينا بكلمات أغنية للفنان عمرو دياب قائلا: كل سنة وانت طيبة، انت الحظ.